فتره من الفترات طريقه الاخفاء وممكن اختفي وكده. راجل طلع عنده اعتقاد، قال لك انا لو جبت ليمونه ودهنت بيها نفسي جسمي كده الناس مش هتشوفني. فقام الراجل عمل ايه بقى يا برنس؟ قام راح جاب ليمون ودهن بيه جسمه ونزل راح يسرق بنك. اتمسك طبعا اتمسك. وطلعوا هنا بقى الناس قعدوا العلماء يحللوا الكيس، يقول لك ازاي الراجل جه في دماغه يدهن نفسه ليمون ويقول لك انا محدش شايفني ويروح يسرق البنك. ومن هنا بقى طلعوا بنظريه قال لك كل ما الواحد ثقته بنفسه زادت ده اتاكد من غبائه، اتاكد ان هو ما عندوش معرفه، ان هو ما عندوش علم، وعشان كده واثق في نفسه. هو فاهم ان هو عنده الدنيا كلها، هو فاهم ان هو فاهم كل حاجه في الدنيا. وده دايما احنا بنشوف في حياتنا الناس اللي واثقه من نفسها قوي دي بتبقى ما عندهاش لا علم ولا معرفه ولا نولج بربع جنيه. والناس بقى اللي كل شويه بتزداد علم وثقافه ومعرفه في حياتهم هم اللي بتلاقيهم مش واثقين في نفسهم. يعني انا مش عايز اخد مثال على كده مجدي يعقوب، بس شوف منتهى التواضع اللي في الدنيا في مجدي يعقوب ده، على النقيض من معرفته الكبيره وعلمه الرهيب وثقافته الغير محدوده وكل حاجه.